تفتكري لو الدكتور قال لِك تنزّلي واحد من اللي في بطنِك، هتوافقي؟ يعني لو عرفتِ إنِّك حامل في 3 أو حتى 4 بعد شُقّة وانتظار كتير كمان، هل ممكن تاخدي القرار الصعب ده، تتنازلي عن جنين عشان التانيين يعيشوا؟ السؤال ده مش افتراض ولا خيال، أنا عِشته وفي أكتر من حالة كمان، بس أول حالة هي بالنسبة لي أهم حالة. في حكايات عمرها ما غابت عن بالي، زي حكاية شيماء، أول حالة حمل في 3 أجنة قابلتها في حياتي المهنية. من أكتر من 20 سنة جات لي في العيادة حالة اسمها شيماء. شيماء اتجوزت وكان عندها 28 سنة وقعدت سنتين بتحاول تحمل، تحاليل بقى، أشعة، علاج، دعاء، كل حاجة كانت تمام، لكن الحمل ما حصلش. لما أخدت تاريخ مرضي وشفت الفحوصات والتحاليل والأشعات اللي هي كانت عملتها، التشخيص كان واضح، شيماء كان عندها تكيس في المبايض. بدأنا خطة علاج مش طويلة، ظبطنا الهرمونات، نزلنا الوزن، مشينا على علاج دوائي لمدة 3 شهور، وبدأنا المرحلة التانية من العلاج، مرحلة تنشيط التبويض. كنت دايما حذر معاها لأنها من النوع اللي المبيض عندها بيستجيب بقوة، من السهل إنها تطلع بيضات كتير في الشهر الواحد. وبلغتها صراحة كده يمكن يحصل حمل في أكتر من جنين يا شيماء، فخلينا نتابع كويس جدا. ضحكت وقالت يا رب حتى لو توأم أنا مستعدة لأي حاجة. بعد شهور من الانتظار جت العيادة في يوم والدموع مالية عينيها، بس المرة دي دموع فرح. يا دكتور التحليل طلع موجب. الفرحة كانت معدية الصراحة، لكن لما عملنا أول سونار حمل في الأسبوع السادس نبض الجنين كان واضح، بس المفاجأة ما كانش نبض واحد، دول كانوا 3، يعني 3 أجنة. في لحظة الصمت نزل على الأوضة، جوزها واقف مذهول وشماء بتضحك وتعيط في نفس الوقت. قالت لي هو أنا هشيل ال3 دول إزاي؟ وحماتها قالت جملة عمري ما نسيتها، دول رزق من ربنا بس ربنا يقويها. من اللحظة دي بدأت الحيرة الحقيقية، المفروض آخد قرار من أصعب القرارات على الأم والطبيب المعالج ليها. المفروض أنقل لها خلاصة الطب في كام كلمة مضمونهم إنك تستغني عن واحد من الأجنة، تستغني عن واحد من الأجنة اللي كنت بتتمنيهم على مدى شهور كتير. تعالوا الأول أشرح لكم الحقيقة المرة والجانب المظلم من الحمل في توأم، وهشارككم الموقف بكل تفاصيله، تفاصيله العلمية والطبية والاجتماعية والنفسية. قعدت مع شيماء وزوجها وحماتها وكلمتهم بكل صراحة. ياه، الموقف ده من أكتر من 20 سنة بس كأنه حصل امبارح. يمكن البعض يتخيل إن الحمل في توأم أو 3 حاجة لطيفة أو قدر جميل، بس الحقيقة مش كده خالص. كل جنين إضافي هو ضغط إضافي على كل خلية في جسم الأم، على قلبها، على كليتها، على تنفسها. إحنا بنسميه في الطب الحمل المتعدد، وبيحصل يا إما طبيعي يا إما بسبب منشطات التبويض أو الحقن المجهري. مع زيادة عدد الأجنة المخاطر بتتضاعف. وعدوا معايا، تسمم الحمل ده أول خطر بنخاف منه إحنا كدكاترة، اسمه بالإنجليزي بري إكلامسيا، بيزيد خطر الإصابة بيه بمعدل 3 أضعاف في حالات التوائم و5 أو 6 أضعاف في الثلاثي. النسبة ممكن توصل ل 25 و35% من الحالات الحامل في 3. 2. سكر الحمل مشكلة تانية بتهدد الحوامل في توأم، وبيصيب حوالي 15 ل 20% من حوامل التوائم و25% من الحوامل في 3، وده بسبب زيادة هرمونات المشيمة اللي بتمنع استجابة الجسم للإنسولين. 3. فقر الدم الحاد، أنيميا، النسبة بتوصل ل 50%. 50% من الأمهات الحوامل في 3 بيجي لهم أنيميا. فقر الدم يعني بيصيب تقريبا نص الأمهات الحوامل في 3. 4. نزيف ما بعد الولادة، نسبة حدوثه في الحمل الثلاثي بتعدي 30 و40% كمان، نتيجة تمدد الرحم الشديد وصعوبة انقباضه بعد الولادة. 5. خطر الوفاة أثناء أو بعد الولادة في الحمل المتعدد أعلى بيه 4 أو 5 أضعاف مقارنة بالحمل المفرد. خطر الوفاة، كل اللي قلناه ده على مستوى الأم. طب على مستوى الجنين، كل جنين محتاج مشيمة وسوائل وأكسجين وغذاء، وكل العدد ما يزيد الحمل
اللي بيقلب من نعمة إلى تحدي طبي حقيقي. المضاعفات اللي ممكن تحصل للأجنة التوائم: 1. الولادة المبكرة جدا قبل الأسبوع ال 32 بتحصل في حوالي 10 ل 15% من حالات التوأم، واسمعوا الرقم 40% من الحمل الثلاثي. نقص الوزن الشديد: 80% من مواليد الحمل الثلاثي وزنهم أقل من 2 كيلو. مشاكل التنفس ودخول الحضانة نتيجة عدم اكتمال نمو الرئة عند الجنين بتصيب حوالي 50% من مواليد الحمل الثلاثي، وطبعا بيحتاجوا حضانة فورا. وفيات ما قبل الولادة للجنين: فيتال مورتاليتي، معدل وفيات الأجنة في الحمل الثلاثي بيوصل ل 30 و50 من كل 1000 حالة ولادة، مقارنة ب5 بس من كل 1000 حالة في الحمل الفردي. الاختلاف في النمو في التوائم المتماثلة اللي هي مشتركة في مشيمة واحدة: واحد بياخد دم أكتر من التاني نتيجة توصيلات دموية غير طبيعية، وده ممكن يؤدي إلى فشل في قلب الجنين أو وفاة لواحد منهم داخل الرحم. شيماء كانت قبل الحمل أصلا عندها أنيميا وبتاخد ليها علاج، لكن بصعوبة نسبة الهيموجلوبين بتعدي 10، وده رقم مش مقبول أثناء الحمل، المفروض يكون أكتر من كده. وكمان ده كان أول حمل ليها، وحامل دلوقتي في 3، يعني بنسبة كبيرة هيحصل لها تسمم الحمل اللي هو ارتفاع في ضغط الدم ومشاكله بقى ومضاعفاته، واسمه في الطب قلناه بري إكلامسي. جينا للقرار الطبي الصعب، وصلت له وبلغتهم بيه. قلت لهم: يا شيماء، الافضل نسيب جنينين عشان نضمن سلامة الباقيين. لكنها بصت لي وقالت لي: اللي رزقني بيهم هو اللي هيكملهم. رديت عليها: يا شيماء، انت معرضة للمخاطر دي 1 و2 و3، والاجنة معرضة للمشاكل دي 1 و2 و3، وقعدت اشرح لها. سألتني: طب هو الاجراء ده بيتعمل ازاي؟ اجراء ان احنا نختزل واحد من الاجنة ال3. شرحت لها الآتي: الإجراء ده بنعمله في الأسبوع ده، الأسبوع السادس وممكن السابع والثامن من بداية الحمل كمان، وبيتعمل باستخدام إبرة دقيقة وموجهة بالموجات الفوق الصوتية، السونار يعني، عشان نروح للكيس اللي فيه الجنين ونغرز الإبرة دي في مكان نبض الجنين. الإجراء ده آمن بنسبة 95%، بس لما يتعمل في مركز متخصص، ونسبة فقدان باقي الأجنة أقل من 5% بس. المهم حماتها دخلت على الخط وسألت سؤال بصراحة لازم نقف عنده: طب مش ده حرام يا دكتور؟ رديت عليها إن مستحيل رأي الشرع يكون ضد مصلحة الإنسان. أنا عارف رأي الشرع، لكن خلينا أتأكد. وبحثت فعلا، وهم كمان بحثوا، وكان وما زال رأي الشرع كالآتي: المجامع الفقهية ومنها مجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية أكدوا أن تقليل الأجنة لا يعتبر قتلا للنفس إذا كان الغرض إنقاذ حياة الأم أو الحفاظ على سلامة باقي الأجنة. نص الفتوى بيقول: إذا قرر الأطباء الثقات أن استمرار الحمل يهدد حياة الأم أو يؤدي إلى هلاك الأجنة، جاز تقليل عددهم بالقدر الذي يحقق السلامة. شيماء وزوجها جم بعد يومين بالظبط، وبعد ما فكروا واتأكدوا من الرأي الشرعي، لكن شيماء زي ما هي ثابتة على رأيها وقرارها، ونفس الكلمة بتقولها: اللي رزقني بيهم هو اللي هيكملهم، ونعم بالله. الكلمة دي يا جماعة فضلت ترن في وداني 9 شهور كاملين، وكل يوم كنت بسأل نفسي: هل أنا كان المفروض أصر على القرار الطبي ولا أسيبها تختار بقلبها وإيمانها؟ ومن اليوم ده بدأت رحلة كانت شبه ماراثون. بدأنا رحلة صعبة جدا وطويلة، رحلة ال9 شهور. كل أسبوع كان اختبار وتحدي، ضغطها يعلى، السكر يتغير، التعب يزيد، وكل زيارة كانت فيها قلق حقيقي. أنا كنت متابعها بدقة شديدة جدا: تحاليل دورية وراحة تامة، مكملات غذائية، مثبتات للحمل، تعليمات بالأكل والنوم، منع أي مجهود، وغيره وغيره وغيره. خليتها في خانة الطوارئ الدايمة، لأن أي لحظة كانت ممكن تغير كل حاجة. فاكر كل مرة كنت بشوفها فيها في العيادة كنت ببص على بطنها وأقول في نفسي: يا رب استرها، يا رب عدي الشهر ده على خير. يمكن شيماء كانت أعند مريضة قابلتها في حياتي، لكنها في نفس الوقت كانت أشجع واحدة. كل أسبوع كان فعلا تحدي، وفي الأسبوع ال28 دخلنا مرحلة الخطر، لكنها فضلت صامدة. وفي الأسبوع الأول من الشهر التاسع دخلت غرفة العمليات، وخرجت ب3 صرخات
بيملوا الدنيا حياة. 3 ملايكة وزنهم ما بين كيلو ونص و2 كيلو دخلوا الحضانة كام يوم، 2 منهم خرجوا بعد أسبوعين والتالت خرج بعد أكتر من 3 أسابيع، بس الحمد لله رب العالمين كانوا كلهم بخير. النهاردة ال3 أجنة دول بقوا بفضل الله شباب زي الورد، عندهم يجي كده 20 سنة. كل مرة بشوف صورهم بقول لنفسي الطب ليه حدود، لكن رحمة ربنا بلا حدود. يمكن القرار اللي أخدته مش هو القرار الطبي الآمن فعلا، لكن ربنا كان شايف فيها قوة احنا مش شايفينها. بالمناسبة يمكن كتير يفتكروا ان الحمل في توائم دي حاجة نادرة، بس الحقيقة النسبة زادت جدا في آخر 20 سنة بسبب الحقن المجهري. الإحصائيات الحديثة بتقول التوأم الثنائي 1 من كل 90 حمل، والثلاثي 1 من كل 900 ل1000 حمل، والرباعي 1 لكل 500,000 حمل. على مدى سنين شغلي أنا شفت أمهات قرروا يكملوا وربنا نجاهم، وشفت كمان اللي خسروا كل حاجة عشان رفضوا يسمعوا الرأي الطبي. وفي الآخر مفيش قرار صح مطلق، في قرار صادق بيتاخد ما بين المريضة وربها. دي كانت حكاية النهاردة مع شيماء اللي كانت موقعة قلبي طول فترة حملها. حالة علمتني إن الطب بيتحسب بالأرقام، لكن المعجزات بتتحسب بستر ربنا. دلوقتي بعد ما سمعت القصة وعرفتوا الحقائق بسأل الستات، لو انت مكان شيماء كنت قررت ايه؟ وهل انا صح اني وافقتها وما قدرتش افرض عليها الرأي الطبي السليم؟ وبسأل برضه الرجالة، لو اختك او بنتك او مراتك مكان شيماء كنت هتختار ايه؟ هتكمل على ال3 ولا هتسمع كلام الدكتور؟ وكمان احكوا لي لو في واحدة فيكم مرت بحالة توأم زي دي، او تعرفوا حالة كملت او حالة ما كملتش بسبب موضوع اختزال الأجنة في حالات التوائم الكتير. في انتظار مشاركتكم، واخيرا دمتم سالمين.